نيجي بقى لآخر صنف معانا وهو الأوكتاترون كبسول. والأوكتاترون بيحتوي برضه على كذا مادة فعالة وهما الزنك والسيلينيوم والموليبيدينم والبايوفلافونويدز والفيتامين A والفيتامين C والفيتامين E والبيوتين. والتركيزات الخاصة بالمواد دي هتلاقيها في صندوق الوصف أسفل الفيديو. طب إيه هي دواعي استعمال الأوكتاترون؟ أو إيه هي استخدامات الأوكتاترون؟ أول حاجة بيكون كويس جدا لمرضى السكر لأنه بيخفف من أعراض الاعتلال العصبي السكري خصوصا التنميل، وكمان بيأخر من تطور اعتلال الشبكية السكري واعتلال الكلية السكري. كمان بيكون ممتاز لمرضى الزهايمر لأنه بيحتوي على الميكسد بايوفلافونويدز. كمان بيكون كويس لمرضى تصلب الشرايين ومرضى الكبد. كمان بيوصف لعلاج العقم عند الرجال والسيدات. كمان أوكتاترون بيكون ممتاز لصحة الجهاز المناعي وبيحمي من سرطان الثدي عند السيدات. وبرضه الأوكتاترون بيوصف للناس اللي عندها مشاكل صحية في العين لأنه بيحتوي على مضادات أكسدة بتحمي الخلايا من أي تلف، وحاجات تانية كتيرة جدا لكن دول أهمهم. طب إيه هي الآثار الجانبية للأوكتاترون كبسول؟ أو إيه هي أضرار الأوكتاترون كبسول؟ أول حاجة ممكن يسبب اضطرابات في المعدة وسوء في الهضم. كمان ممكن يسبب إسهال أو إمساك للشخص اللي بيستخدمه. وفي بعض الحالات ممكن يحصل حكة أو طفح جلدي في حالة إن الشخص عنده حساسية لأي مادة من مكونات الدواء. لكن الأوكتاترون يعتبر من الأدوية الآمنة جدا والآثار الجانبية بتاعته مش كتيرة. طب إيه هي جرعة الأوكتاترون كبسول؟ أو إزاي نقدر نستخدمه؟ الجرعة الاعتيادية بتكون كبسولة مرة واحدة يوميا، وفي بعض الحالات ممكن تزيد لكبسولتين يوميا، بس بيكون تحت الإشراف الطبي. والأوكتاترون بيكون متوفر في الصيدليات بسعر 84 جنيه للعلبة الواحدة المحتوية على 3 شرايط. والأوكتاترون يعتبر ملوش بدايل بنفس المادة الفعالة. وبكده نكون عرفنا